في كتاب جيم جايب لي باراجراف على lesson 1 about helping new students at school. مساعدة الطلاب الجدد في المدرسة. ده التايتل يا أصحابي. بعد كده جايب لي سؤالين. السؤال الأولاني how do new students feel؟ كيف يشعر الطلاب الجدد؟ طبعا أنا هجاوب عليه. والسؤال التاني how can you help them؟ ازاي تقدر تساعدهم؟ وطبعا انا السؤالين دولت بيساعدوني لان انا لما اجاوب عليهم هقدر ان انا اكتب الباراجراف. طيب تعالى يلا نبدأ. هنسيب مسافة صغيرة وبعدين start with a capital letter وتقول ايه؟ ان الطلاب الجدد في المدرسة بيشعروا بالخجل. new students at school feel shy. يشعرون بالخجل. وطبعا انا جبت هنا students جمع فجبت feel without is بدون is لان الجمع بيجي الفرب معاه without is بدون is. طبعا ده زمن present simple، دي حقائق. بعد كده هقول ان انا بساعدهم علشان يعرفوا ويتعرفوا على المدرسة. I help them دي هنا عايدة على new students، على الطلاب الجدد. I help them to know the school. انا بساعدهم ان هم يعرفوا المدرسة او يتعرفوا على المدرسة. وبعدين ابتدي اجاوب على السؤال التاني واقول انا ازاي بساعدهم بقى. بساعدهم ازاي؟ I share انا بتشارك my books with them. انا بتشارك معاهم الكتب بتاعتي. يعني ممكن اقول له يا صاحبي تعالى بص معايا في الكتاب ده لحد ما تشتري الكتاب بتاعك او تستلم الكتاب بتاعك من المدرسة. وبعد كده نحط النقطة ونقول I stay with them. أنا بأبقى معهم. طبعا them هنا عايدة على new students طلاب الجدد. at the break يعني في الفسحة. وأحط نقطة وأقول I give them extra copies of the worksheets. بدلهم نسخة من الورك شيتس اللي معايا. وبعد كده بحط نقطة وأقول جملة ختامية بسيطة هي ايه؟ احنا لازم نكون ودودين مع الطلاب الجدد. we should be نحن يجب أن نكون friendly with them معهم. طبعا them هنا برضو عايدة على الطلاب الجدد new students at school feel shy. I help them to know the school. I share my books with them. I stay with them at the break. I give them extra copies of the worksheets. We should be friendly with them.